المصريين ايش فيكم؟ انا طول حياتي كنت احب المصريين. طبعا احنا متعودين ان الكويتا بيشتكوا من السياحة في مصر. تعالى نعرف بقى الاخ الكويتي ده بيشتكي من ايه. لما جيت هني مصر كل شيء تغير، صرت احبهم حيل اكثر. اول تاكسي ركبناه كان اللي يسوق التاكسي مصري، قال لنا هذه اول مره لكم بمصر. قلت له ايه، قال لي صدقني هذه ما راح تكون الاخيره. الحين عرفت شنو قصده، الحين عرفت ليش اخوي كل كم شهر يجي هني. شباب والله العظيم الناس هني كلهم حياه. انا يا شباب قعدت هني 4 ايام حسيت اني عشت سنه كامله. ايوه فعلا، هي دي شكوة الكويتا فعلا من المصريين، ان هم بيحبونا جدا، والله احنا بنبادلهم نفس الحب. ناس هني طيبين يدورون الوناسة، ما يعرفونك، فجأة بنص الشارع يضحك وياك يسول، ونادر تلقى واحد تكلمه وما يبتسم لك أول ما تكلم. وايد أحب فيهم فيهم حب حق مصر مو طبيعي. شباب لما نسألهم عن مكان حضاري، لما رحت الأهرامات أسأل شخص عن مثلا شيء، يقعد يقول لي قصة الأهرامات كلها من أول مليون ألف سنة للحين، ويشرح لك من قلبه وهو مستانس. تحسه يستانس إنه هو قاعد يشرح لك شخص ما يعرف عن مصر. والله اللي ما يعرفش عن مصر يا باشا يسمع منك يعرف عن مصر. الناس الحلوة دي ليه ما بتظهرش؟ والرسائل الحلوة دي مين اللي مانعها توصل للمصريين؟ والله العظيم ما ألومهم حق حبهم حق مصر، لأن أنا 4 أيام وحبيتها الكثير. من أحلى الأشياء شباب إن مهما كان الوضع اللي هم فيه، مهما كانت الحالة اللي هم فيها، تلقى يدورون الضحك والوناسة. من الفيديو ده لازم نتعلم ان اي حد بينشر حاجات سلبية او بيعلق تعليقات سلبية بتشعل نار الفتن ما بين الشعوب العربية، ده من الذباب الاخضر ايا كان جنسيته بقى. أخي بال4 أيام هذه تعلمت وايد أشياء ما تعلمتها سنين. وايد ناس كانوا بصراحة يقولوا لي عبد الله مصر دير بالك فيها خطورة ولا ما فيها، ما أدري شنو. إذا هذه الخطورة أبي أعيش حياتي كلها بخطر. عليا النعمة انت راجل عسل، قول يا ستاموني قول. أنا قلت بسوي 10 فلوجات فيها، صدقوني راح أزيد بعدين، صدقوني بس نخلص هذه ونزيد بعدين، لأن أنا وايد مستانس هني. مصر ما تكفي فيها 10 فلوجات. اعمل بس انت يا باشا ال10 فلوجات واحنا نحللهم لك كلهم يا باشا، ونوصل لك كل رسايلك للشعب المصري. 100 ما يكفي. طيارتي الصبح بعد كم ساعة، ومن الحين أنا أشتغل حق مصر وأنا بمصر فيها. إن شاء الله السفرة جاية قريبة، صدقوني ما راح أطول عشان نكمل الفلوجات الباقي. المحتوى اللي احنا عايزين نشتغل عليه، هي دي الرسائل اللي احنا عايزين نوصلها. واذا كان في جهات او لجان الكترونيه تحجب الحاجات دي عن الشعوب، لا احنا هنساعد انا وانت في اعاده النشر والريبوست ان احنا نوصلها لاصحابها. كل الشعوب العربيه هم اهلنا وناسنا، ومهما حصل عمرنا ما هنتفرق ابدا ان شاء الله. ولو عجبك النوع ده من المحتوى اعمل فولو، استناني في فيديو جديد. سلام.